بإذن الله فاضل أسبوعين والسنة دي تخلص على خير. نفسي الفيديو ده يفضل بوست عندي على الفيسبوك، هسيبه هنا على الوول. ياريت كل واحد يخش يكتب أمنياته والحاجات اللي نفسه يعملها في السنة الجديدة والسنة اللي جاية. إن شاء الله ربنا يدينا العمر ويديكوا العمر والصحة يا رب، اللهم أمين. نخش على البوست ده ونشوف. انا كمان زيكم هخش اكتب في الكومنتات انا نفسي يحصل لي ايه في السنة الجديدة، وايه الحاجات اللي بتمناها، وايه الحاجات اللي انا خلصتها في 2023. هكتب لستة امنيات وتارجتس، مش بس امنيات، هي كمان اهداف ان شاء الله نحققها سوا. نقف جنب بعض وندعم بعض في تحقيقها. يعني احنا هنفضل واقفين جنب بعض ونفضل نرجع للبوست ده، وبإذن الله نعمل كده زي علامة صح، خلصنا 1 2 3 4. نفسي قوي نرجع للبوست ده ونبقى بجد خلصنا منه حاجات وحققنا منه أهداف. وعلى فكرة اللي محتاج حاجة معينة ونقدر نساعد بعض بيها في مجالاتنا المختلفة، هنرجع للبوست ده ونكتب مثلا فلان محتاج كذا عشان خاطر يخلص مهمة ما، او عشان خاطر يخلص مثلا حاجته دي. فاحنا جدا ممكن نرجع للبوست ده في اي لحظة، نقدر نساعد بعض من خلاله، نقدر نطور من نفسنا من خلاله. اللي مثلا محتاج كورس معين يقدر ان هو يسأل في البوست ده، يسأل عن حد خبرة في حاجة معينة علشان خاطر يسأله سؤال معين، ممكن يدور جوه البوست ده نفسه. فاحنا هنخصص الفيديو ده او البوست ده على الفيسبوك عندي، ان احنا نرجع له وقت ما نحب، نرجع نتكلم فيه وقت ما نحب، نعتبره اكنه الجروب بتاعنا. امنياتكم للسنة الجديدة كلها اكتبوها، ادعوا ربنا انها تتحقق. ربنا يا رب يحقق لكم كل اللي نفسكم فيه، ويا رب السنة الجاية تكون أحلى وأحلى علينا يا رب العالمين. وإن شاء الله تحققوا فيها كل اللي نفسكم فيه وأكتر بكتير كمان. واتمنوا يا جماعة وحطوا أهداف كبيرة قوي، هنحط تارجتس كبيرة قوي علشان خاطر احنا نستاهل ده، عشان خاطر احنا طموحنا طبيعي ان هو يكون عالي. هنحط تارجتس تليق بينا. انا شخصيا هتمنى حاجات كتير قوي وهشتغل على تحقيقها، اشتغل عليها. يمكن في 2024 ما تشوفونيش كتير على السوشيال ميديا زي ما كنت موجودة في 2023، لان انا هكون شوية مشغولة، بس مش هقصر معاكم، وبرضه هكون موجودة طبعا علشان اتعودت على وجودكم في حياتي، وتعودت ان انا اكون موجودة في حياتكم. فان شاء الله هكون موجودة على السوشيال ميديا بس مش بنفس الكثافة اللي كنت موجودة فيها في 23. عندي طبعا شغل دخلته، عندي حاجات بعملها، عندي خطط. طبعا ممكن في يناير كده احكي لكم عليها. وانتوا كمان احكوا لي في الكومنتات، اكتبوا لي نفسكم في ايه، واكتبوا لي الحاجات اللي انتوا ابتديتوا خلاص تخططوا لها. ويا جماعة ورقة وقلم وخططوا للسنة من قبل ما تبتدي ارجوكم. كل سنة وانتوا طيبين، وان شاء الله سنة سعيدة عليكم جميعا يا رب، اللهم امين.